الناس بتبدا الحاجات دي ازاي؟ ايه الحاجات يعني اللي احنا هنعمله ده، عارفه بيعملوا ايه؟ يقول لك السلام عليكم ورحمه الله بسرعه، ليهم طبق صوت كده السلام عليكم ورحمه الله. تيجي نعمل كده والنبي؟ لا عايزين نجيب تكييف في ريسبشن نعمل السلام عليكم ورحمه الله. لا ما اقدرش، انا ما اقدرش. طب ابدا بدايه الكوره، ازيكم يا جماعه اخباركم ايه وحلقه جديده معاكم محمد. لا برضه. طب ما احنا عايزين لو نشرح للناس احنا بنعمل ايه، اتفضل. نبدا نتكلم على اصلا طول. الناس ممكن تكون فاكره فاتحه الفيديو وفاكره ان احنا هنتكلم على فيلم جديد، فالله عاملين ازاي الناس وريني. الله محمد الناس بتعمل الله كده. much later. مساء الفل واهلا وسهلا، واول مره نعمل ريفيو اكل وانا مش عارف ليه عملناه. هي كانت خطه آه. مؤجله، ما احنا ما قلناش احنا كنا الكلام. متفقين عليها. ما احنا عايزين نجيب تكييف في الريسبشن، ده هدفي يا الاولاني. ربنا. انا اعمل اي محتوى اجيب تكييف في الريسبشن، اعمل محتوى اللي على مزاجي. كل الناس اللي بتعمل محتوى اكل خاف مننا لان انا معايا احسن واحد بيطبخ في مصر. بس لو انت فاكر ان احنا جايين نقيم طبيخ ساره يبقى انت بتحلم ان ساره طباخه شاطره جدا، ولكن نحن ملوك الدليفري في مصر والوطن العربي، ملوك الدليفري في مصر والوطن العربي. والنهارده هنثبت لك كده، لان انت زي القط، عارف الميم بتاع القطه اللي بيبص كده ده على الانستجرام اللي هو بذمتك انت مش واكل حواوشي بيتي امبارح وكنت مش قادر وعايز كماله؟ كان كويس قوي الصراحه. كان كويس قوي صراحه. كويس قوي، ما انا قلت قوي حلو قوي كويس بس والله حلو. بس نقول للناس الاول ان هذه القناه زي ما كان عليها ريفيوهات افلام ومسلسلات ومسرحيات، هيفضل عليها ريفيوهات مسرحيات وافلام ومسلسلات. much later. ايه ده؟ هاتي تليفونك عشان نبدا نعمل حاجه حلوه جدا. ايه السرعه دي؟ هاتي تليفونك. بص يا ستي، احنا بنحب بيتزا ايه؟ بريموس سي فود. بريموس سي فود. لا سيرانش حلو قوي. تحداني يهو لا واحد صاحبنا امبارح قال لنا يا جماعه جربتوا البيتزا بتاعت فينيز اللي هي سي فود او بتسمى باتر فلاي شريمب؟ قلنا له لا يعلى على بتاعت بريموس السي رانش مهما عمرنا حصل، ما هنقتنع بحاجه تانية ولا هيحصل. قال لنا طب بقول لك ايه، لو راجل فقلنا له طول راجل يلا غصب عنك، حصل مشكله بينا، ولكن قلنا طب ما نشوف احنا نعمل الريفيو ده بقى معاكم عشان يبقى الرياكشن لاول مره، عشان هو ده المحتوى. هنفتح طلبات من عندك. أيوة. وده مش اعلان لسه للاسف، ان شاء الله لما في اعلان هنعمل بلاوي. ده ممكن اتشقلب لك، ممكن اقلب لك البتاعه دي برتقاني يا طلبات تعالى. انت هتدوس على طلبات، تطلب انت الفينيس وانا بالتليفون هطلب بريموس. هنقول الوقت والفلوس ونعمل مقارنه بين الاثنين سي فود. اتفضل يلا. A lot of boring math later. بريموس وصل الاول، الحمد والشكر لله. بريموس مش هقدر امسك نفسي ثاني لما التاني يجي. طيب ونبقى ناكل. جيب كام ده؟ هذه البيتزا بيتزا سي رانش وسط، سعرها 220 جنيه. صراحه بريموس هو قريب مننا مش بعيد، جه في تقريبا 35 دقيقه، ونحن الان في انتظار فينيس. Just then. وهكذا وصل وصل. فينيس، والحمد لله ما استنيناش كتير. 45 يعني بينهم 10 دقايق. افرش اللقمه دي. اوه ماي جاد. بيتزا شريمب باتر فلاي ميديوم زي ما طلبنا، دي ميديوم، طلبنا دي ميديوم. دي عملت 279 غير الفات، يعني يحسب عليها 14% زياده، حاجه داخله في 300 جنيه. فده يساوي 300,000 فيو، 300,000 لايك. عشان دفعت فلوس كتير جدا. الميزه ان احنا هنتغدى. خلينا نشرح للناس كده، شيل بقى الفواتير دي عشان نحاسب عليها بعدين. بس بسم الله الرحمن الرحيم، على جنب كده. احنا بنحب دي ايوه وطول عمرنا بنطلب دي. ايوه. والتحدي اللي جالنا ان دي احلى ودي اغلى من دي بكتير، لان دي ب 220 بالضرايب بكل حاجه، ودي ب 280 من غير ضريبه، يعني ممكن تكون واصله اكتر من 300 جنيه كمان. ممكن بايدك الحلوه الجميله اللي عملت الحواوشي الرائع تقطع لنا حتتين حلوين، على ما اجيب شويه بيبسي مصري من الثلاجه. انا اتحط لي الحته الصغيره اللي ما فيهاش حته الجمبري الكبيره، حاطط أيوة. لنفسها الحته الكبيره اللي فيها جمبري. دي احنا حافظينها، دي طبعا. احنا عارفينها طبعا دي اللي لا يعلى عليها طبعا. بسم الله الرحمن. دي الارخص والاجمل. رابع المستحيلات في حاجه تبقى احلى من دي. مش واخد بالك ان احنا كاننا واخدين فلوس من بريموس من اول حلقه. انا ليه بجد خدت إيه ده؟ الحته إحنا الصغيره؟ ليه اقوياء قوي كده من اول حلقه بيجي؟ اضربي ايوه انت اكيد عارفه، الناس ما تعرفش ايوه ان انا مانيش كيف سي فود، فان بيتزا بالسي فود تعجبني دي حاجه مستحيله. بس دي بس انا احب من عندهم الدبل بيبروني. ليه ما جبناش بيبروني؟ بريموس بحس ان هو بحس بكل حاجه في البيتزا، يعني طعم كل حاجه، الجبنه، صوص الرانش يا سيدي، الشريمب والكابوريا. حلو المحتوى ده. غدا احنا مشغلين كاميرا واحنا بنتغدى، ازاي دي هيبقى في حاجه احلى منها دي؟ مش عارف، بحاول اطول في دي عشان
ما اروحش للتانية واتصدم. انا خلصت الاول مش عشان انا باكل اسرع، ايوه عشان اخدت الحته الاصغر. السبب الحقيقي ان انا اتجوزتك هو ده. ايوه انا عارف. تاني او تالت مره خرجت مع ساره، ده كان من تاني 45 سنه اللي هم بدأنا نتعرف على بعض. تاني يوم فروحنا اكلنا في مطعم بتاع بيتزا، دلوقتي هو مقاطعه. لقيتها اكلت سلايس بيتزا واحده، طبعا انا وعمير كنا كل واحد فينا ضارب له واحده ميديوم سهل، فلقيتها سايبه 4-5 سلايز. فقلت بقى يا عيني عصفوره بقى اللي هي بقى عايزه تعمل قدام جوزها مش قادره اكل بقى خالص بقى، انا شبعانه موت، انا باكل بقى. لقيتها فعلا مره في الثانيه في الثالثه هو ده اكلها حقيقي. فقلت هي دي البنت اللي انا لازم اتجوزها. خش على الثانيه. ايه اللي طلع ده؟ لازم تعملي حاجه. نخش على الثانيه. اتفضل. فينيس بيتزا. انا يعني حاسس ان المقارنه دي ملهاش لازمه، يعني التاني كسبان 100%. ايوه طبعا. بس انا ليا طلب. ايوه ممكن ما نرجعش نعمل تقييم افلام تاني اصلا؟ ده احلى كتير. لا لسه في اكس مراتي احنا ندخله قريب ان شاء الله بقى لما نبقى نتغدى بكره. انت مالك عامل زي الاطفال يا جماعه قولوا لنا ضروري قولوا لنا نعمل تقييم لمطعم ايه المره الجايه. يعني ممكن ننزل حلقه كل اسبوع، حلقه او لو يعني على مقارنه حسب، ما بين حاجتين، او لو عايز مقارنه ما بين حاجتين. بس يا ريت ما تعورنيش. ايه ده ما تقوليش قارن لابو شقره بالرفاعي اروح ادفع لي 5000 جنيه ليه؟ مش هعمل كده. بس أيوة مصريين طبيعيين متوسطين، طبقه متوسطه، عايز عشان اجيب تكييف في الريسبشن اصلا. عندك تعليق قبل ما نخسره؟ هيخسر حالا، دقيقه بالظبط الحلقه تخلص. السماكه بتاعت مختلف. البيتزا نفسها دي ارفع. بسم الله الرحمن الرحيم. انا متوغوش. ايه ده؟ ايه ده؟ شكلنا احنا اللي خسرنا. لا واحده احنا اللي لا استني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده الصلاة؟ ايه ده؟ الصلاة دي احلى كتير. انا فظيعه. انا مش ايه ده؟ صراحة هي دي في حاجة مختلفة انت بتسميه في الاكل اكتر. اولا هي مش بصوص الرانش زي التانية زي بريموس، ما فيهاش رانش. طب المفروض تبقى اوحش مش احلى. لا العناصر داخله العناصر يعني داخله في بعض بطريقه حلوه فشخ. هي حاجه ما بتقعدش تفسر كل حاجه لوحدها زي بريموس، بس فظيعه. دي احلى من دي بكتير مليون مره. حتى طعم السي فود بتاعها مختلف. ايوه ليه؟ قال هنا في حاجات مش موجوده، مثلا في هنا كاليماري هنا مفيش. لا هو لا هي كابوريا وجمبري زي بعض، بس البيتزا نفسها الانجريدينتس بتاعتها والجبنه والحاجات داخله في بعض والحاجه مدموجه كده. اصلا انت ضايق حلاوه الجبنه دي ليه احلى من دي؟ فضل. مع ان دي اغلى من دي. ايوه من بريموس. دي ارفع، فممكن تكون بالنسبه لناس كتير افضل. ده واحد. طبعا. تاني حاجه دي طعم الجبنه فيها مختلف. حاجه ثالثه بقى، يعني ده رايي انا، ده راي واحد ما بيفهمش قوي في الاكل، يعني ما بيفهمش في الطبيخ. حاجه او بيتزا بريموس تحسي ان كل حاجه فيها منفصله عن بعض. انت ضايقه الجمبري لوحده، الكاليماري ايوه او ده اللي انا قلته مش عارف اسمه ايه اللي هو بتاع الاحمر ده، الكابوريا ده لوحده. الجبنه انت ضايقاها، الخبيز او البيكنج انت ضايقاه، والرانش الصوص بتاع الرانش انت ضايقاه لوحده. بس تحسي ان انت عملتي ميكس لما تاخدي القطمه في بقك. ده هو عامل لك الميكس جاهز بالظبط، فانت بتدوقي ميكس معمول. مش عارفه اوصفها للناس، بس انا لم اكن اتخيل في حياتي ولا انا عارفه اوصفها بصراحه. بس هي بجد اجمد من بريموس بمراحل. انت طالبه ايه؟ انت طالبه حاجه زياده. اوبا ايه ده؟ One long angry line later. ما هذا الميستري بوكس الشقي؟ ما هذا؟ ايه انت جايبه ايه؟ دي الحاجه الوحيده اللي باكلها من فينيس بيتزا. انا بحب الابيتايزرز بتاعتها. ما هو انا ممكن اشرح بيرفكت سايد مكتوب كده. اعمل خلي الناس تقول هي ايه. انا اللي هشوف. انا هموت واعرف. خلي الناس. يا شقي يا العبان. 13 زياده. احنا مش يا ابني قلنا هنجرب دي؟ انت طلبت دي بكام؟ دي بحب دي. عايز اقول لكم معلومه غريبه جدا. ساره كيفه ابيتايزر من محلات البيتزا. اللي هي الحاجات بقى اللي انتوا عارفينها، مش عارف التشيكن وينجز والبافلو وينجز والعيش بالتوم اللي مش عارف ايه. وهي تاكل سلايز. يعني هي دايما عايزه حد يطلب بيتزا في الدنيا. اي حد تطلب بيتزا ربنا حال يا ماريا. انت واحد مايكل انجلو ودوناتيلو بتوع السلاحف النينجا. عيش البيتزا. انا اموت بعشق البيتزا. انا عارف. ساره مثلا تطلب بيتزا زي دي اللي كانت بتموت فيها. ساره بتموت في دي. كانت اقصى حاجه تاخد مثلا 2 سلايز للاسف. وتقول لك بقى بص هو عنده مثلا كولسلو هات لي، فرايز هات لي. مين صاحبك اللي غير وجهه نظرنا دلوقتي؟
لا انا مش عارف انزل الحلقه ولا ما انزلهاش. ده خوفا. لا مش خوفا من مين. خوفا من زعمك. لا انا عمري ما تخيلت بصراحه ان في حاجه هتكسب دي. ايوه ولا انا هي أغلى. انا قلت لك استحاله اصلا، وانا مش مقتنعه بالكلام ده. دي تنزل درجه عشان دي اغلى، دي اغلى دفعت فيها فلوس. اغلى بس ثمنها فيها. عاملها باحترام. قول لنا الميستري بوكس ده، هذا الصوره طالباه فيه، هي طالبه ابيتايزر. ايوه تنسوش تدونا لايك على هذه الحلقه الجميله. أنا لازم نقفل الحلقه عشان نكمل الاكل، لان انا هموت من الجوع بقى. انا عايز اقلع الهدوم دي واكل اللي هو بلدي طنطا، واحب عايز اكل كده عادي. يا رب الريفيو يكون عجبكم. احنا مكملين في ريفيوهات الافلام، مسرحيات، مسلسلات، لكن خلينا نعمل القناه تبقى اقرب انها تبقى حاجه انترتينمنت، في ريفيو للافلام، ريفيو للاكل. والحاجه الثالثه اللي ساره لسه الناس المفروض بعد ما تعمل لايك وشير والحاجات دي تعمل ايه؟ واختار اسم للبرنامج. يا ريت يعني. احنا مش عارفين، احنا يعني قعدنا نفكر فكرنا في الانترو، وفكرنا ان احنا نطلع لكم بايه. بس ما فكرناش في لقمه هنيه تكفي 100. ايه شغل البرامج ده؟ كان معاكم ساره فهمي، محمد إنسان راشد. نعمل زي السلام عليكم. لا 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 لا، باي باي.